السلام عليكم، رجعت لكم تاني في قصة جديدة للأطفال. عمو جمال قصص للأطفال، كلها حب كلها خير. ودي بوسي طلعت معايا قبل كده، بوسي صلاح، وده يوسف اللي بحكي لكم عليه. شايفين يوسف ده؟ هو ده اللي بحكي لكم عليه. وطبعا أبرار وساجدة. هحكي لكم قصة النهارده جديدة جدا جدا جدا، قصة عن الحرامي والعبيط. ايه الحرامي والعبيط دي؟ هنسمع. اهلا بيكم اهلا بيكم حبايبي في كل مكان. حكايتنا النهارده على 2 تجار. واحد كان لئيم شويه قلت عليه حرام، واحد كان طيب شويه قلت عليه عبيط. هما الاتنين خدوا فلوسهم وفضلوا يتاجروا يتاجروا يتاجروا، والفلوس فضلت تكبر وتكتر، بيجوا اغنياء جدا. الحرامي او الناصح شويه، يا بنت يا بوسي، قال ايه؟ قال لازم اعمل ايه؟ لازم اضحك عليه. طلع له ضميره وقال له يا عم ده صاحبك، تضحك عليه ايه؟ طلع له شيطان وقال له اضحك عليه براحتك، خد الفلوس وامشي. سمع كلام مين يا ولاد؟ الشيطان. سمع كلام الشيطان. قال لصاحبه بص، ما ناخدش الفلوس دي مكسب كبير، هنعمل ايه؟ قال له هنعمل ايه؟ الراجل الطيب اللي انا قلت عليه عبيط ده قال نعمل ايه؟ قال له هنحفرها تحت شجره كل ما نعوز نيجي ناخد، كل ما نعوز نيجي ناخد. قال له طب هناخد كام؟ قال له احنا مثلا كسبنا مليون، هديك 1000 جنيه وانا هاخد 1000 جنيه وباقي الفلوس نشيلها فيها تحت الشجره. الراجل الطيب قال له ايه؟ قال له طب خلاص انا ايه؟ موافق معاك. راح اللئيم هو والطيب وعمل ايه؟ خبى ايه؟ الفلوس تحت الشجره. جه تاني يوم الحرامي فتش 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 وخد كل الفلوس المليون جنيه ومشى. تاني يوم راح عند صاحبه الطيب وقال له ايه رايك تيجي معايا نروح ناخد فلوس؟ انا عاوز اخد فلوس وانا ما اقدرش اروح من غيرك. قال له انت امين يا صاحبي. الطيب قال له ايه؟ انت امين يا صاحبي. قال له وانا ما اقدرش اسرقك، يلا نروح بينا. راحوا هما الاثنين وعمال يقول احنا اصحاب احنا احباب فرحانين ده فرحانين. المهم راحوا بيحفروا. الحرامي ايه؟ انا اخواتي ما لقيتش فلوس، يا لو دي الفلوس راحت. انت اللي سرقتني. الطيب قال له لا والله العظيم انا اللي سرقتك، حرام عليك. قال له لا انت اللي سرقتني. فضل يصرخ. اللئيم قال خلاص احنا نروح لمين؟ للقاضي. راح له القاضي، والقاضي بيقول لهم ايه الحكايه؟ حكوا له الحكايه. سال الحرامي قال له طب انت عندك دليل؟ قال له ايوه. ايه هو الدليل؟ عارفين ايه هو الدليل؟ لا. عارفين ايه هو الدليل؟ لا. طب فكروا. ايه الدليل يا بوسي؟ الدليل يا ساجده ان الشجره بتتكلم. القاضي قال له الشجره بتتكلم؟ معقوله الشجره بتتكلم؟ احنا لازم نروح ايه؟ عند الشجره. لو جاب كرجال نكسب احسن. راح عند الشجره وقال القاضي يا شجره يا شجوره يا حلوه يا سموره. قالت له نعم يا سياده القاضي. القاضي استغرب، قال ايه الحكايه دي؟ الشجره بتتكلم. قال لها يا شجره الراجل الطيب ده خد منك الفلوس؟ بعد ما الشجره قالت انا اقول المهم القاضي قال جمعوا الحطب واحرقوا الشجره الملعونه، الشجره اللي بتتكلم. الحرامي فضل اتفضح امر ايه. المهم القاضي جاب الخشب وولع الشجره، ومره واحده طلع منها راجل عجوز. الحقوني انا. القاضي قال له يا لئيم انت اللي كنت بتتكلم، انت مين؟ قال له انا اقول لك الحقيقه يا قاضي، انا ابن الراجل الحرامي ده، واتفق معايا ان انا اخش جوه الشجره واقول الكلمتين اللي انت قلت دول. بعد القاضي بص للحرامي وقال له برضه تخون صاحبك؟ برضه تخون العشره؟ قال له انا اسف يا سيد القاضي. خد الفلوس كلها واعطاها للراجل الطيب، وانتهت قصتنا
الخير دايما بينتصر. وإياك تكون خاين، وإياك تبيع أو تهون مهما خدت كل الكون. إياك تبيع صاحب أو حبيب، إياك تخون حتى لو خدت كل الكون.